بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم متابعي قنوات الكأس وموعد جديد مع تكتيك. بالأمس كانت مباريات الدور نصف النهائي لتحديد من سيصل إلى المباراة النهائية. أمس كان عندنا المغرب بتلعب مع الإمارات والسعودية مع الأردن. كثرت الترشيحات، كان في مفاجآت من بداية البطولة مرورا بالأدوار المتعاقبة، لكن وصلنا أمس لمرحلة مين اللي يقدر يستثمر كل القدرات المتاحة ليه أن يحقق الهدف ويوصل للمباراة النهائية. مباراة المغرب والإمارات، المغرب كسب احترام وتقدير الجميع من أول يوم، من أول ساعة أو من أول دقيقة من أول ما بدأ البطولة، ومرشح قوي عند الكل أنه هيكون موجود. منتخب الإمارات بدأ حبة حبة، نص نص، ولكن تماسك ووصل في المرحلة الأخيرة إلى ما يقترب أو ما يقرب من الكمال في الأداء والتكتيك والنواحي البدنية وفهم المدرب لتفاصيل لعبته، واللاعبين فهموا فكر المدرب، وبالتالي قلنا صعب جدا التكهن بنتيجة المغرب والإمارات. البعض قال المغرب والبعض قال الإمارات. في النهاية نجح منتخب المغرب أن يفوز على الإمارات. 1 لا، 2 لا، ده 3، رغم أن جوه الماتش محدش كان يقول أن حد هيكسب التاني فرق 3، آخرها هدف كده حد يهرب بيه وشكرا. لكن منتخب المغرب الحقيقة أظهر وجه آخر غير الوجوه الجميلة اللي قدمها قبل كده. ومنتخب الإمارات عنده سقطات في بعض الأوقات، ذهنية اعتبرها، بدنية اعتبرها، تكتيكية فردية أو جماعية اعتبرها. في النهاية نجح منتخب المغرب أنه يفوز 3-0 بين قوسين عن اقتناع للي شاف واتفرج واللي متابع. الماتش الثاني كان السعودية والأردن. كل عارف أن السعودية فريق قوي، إمكانياته عالية، عمل حاجات محترمة، وصل كأس عالم، لكن هيلعب ضد فريق هو أول من وصل إلى كأس العالم من المنتخبات العربية آسيا وأفريقيا، هو منتخب الأردن. النشامة بعد ما وصلوا لنهائي آسيا وخسروا أمام منتخب قطر، الكل قال إن الأردن بتعيش حالة ممتازة وعظيمة دخلنا في تصفيات كأس العالم لقينا الأردن الله، أول منتخب عربي آسيا وأفريقيا بيوصل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه. الأردن كان معاه مدرب عظيم وصل بيهم نهائي آسيا لأول مرة في تاريخهم، هو حسين عموتة المغربي، وحسين عموتة مشي ما كملش المشوار. الكل قال هتبقى فيه مشكلة. جاء جمال السلامي مدرب مغربي بين قوسين محترم، مسك منتخب المغرب. بينه وبينكم ما حسيناش ان عموتة مشي، تحس ان في سيستم واللي بيدخل على السيستم ده. مين اللي حط السيستم ده؟ هو عمل مشترك ما بين 3 عناصر: الإدارة، اللاعبين، المدرب. لما المدرب مشي العنصرين الإدارة واللاعبين موجودين بالجدية بالالتزام